كتائب ولقسام تطلق سراح محتجزين روس استجابة لطلب الرئيس فلاديمير بوتين، وروسيا تدعم المقاومة بأسلحة متطورة تعكس نتائج المعركة. من غزة أعلنت كتائب الشهيد عز الدين لقسام إطلاق سراح محتجزين يحملون الجنسية الروسية بناء على طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مشاهد مصورة نشرتها كتائب ولقسام التي تعد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أظهرت إطلاق الرهائن الروس المحتجزين لدى كتائب ولقسام من بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. وبهذا التصرف كسبت حركة حماس موقف إيجابي من القيادة الروسية، والتي تعد قوة عسكرية لها ثقل بين الدول العظمي من حيث التسليح والأسلحة المتطورة. وقد تحصل حماس مقابل هذه المواقف المزيد من الأسلحة الروسية التي تغير ميزان القوة في أرض المعركة في حال تمكنت من الحصول على مضادات الطيران، بحيث يصبح من الصعب على الطيران الإسرائيلي التحليق فوق غزة كما في السابق. وكان وفد من حماس قام في بدايات عملية طوفان الأقصى بزيارة إلى روسيا والاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن لم تتكشف للعالم سبب هذه الزيارة أو الاتفاق الذي أبرم خلال هذا اللقاء. ويتبقى السؤال: هل تحصل حماس على سلاح روسي رادع مقابل إطلاق سراح على الرهائن على الروس؟